امرأة اللوزة. اكيد فاش كتسمع هاد السميه هادي تتفكرنا راه كنا لاعبين مع مصر والدقيقه الاخرى في اشواط اضافيه فين كنا خاسرين ب2-1 واخر كوفر عندنا فين امرأة اللوزة هو اللي تكلف بالتنفيذ ديالها وبونو طلع باش يماركي وكلشي كيشوف ان هاد الكوفره هي الفرصه الذهبيه باش نقدروا نجيبوا التعادل. ولكن شنو دار اللوزة؟ عطا واحد التمريره اللي حتى واحد ما فهمها الحكيمي. هاد اللقطه هادي هي اللي كتجي اي واحد في البال ديالو واي واحد جبت شي ماشي موضوع كيتفكر غير هاد اللقطه هادي. ولكن واش ما غاديش نكونوا ظالمين هاد السيد في حقه الا بقينا حاطين عليه غير من هاد اللقطه هادي؟ خاصه شنو دار هاد الموسم مع واتفورد؟ امرأة اللوزة خدم على راسو بزاف وطور واحد الدرجه ما يمكنش. كتجي شويه قاصها ملي تشوف لاعب اجتهد وخدم على راسو وتطور بزاف وما تعيطش ليه رغم ان بلاصتو كاينه ويستحق يكون بهذا المستوى اللي تيقدمه في الدوري الانجليزي. ضروري خاصو يكون. لوزة الموسم اللي قبل تختار احسن لاعب وحطاتو السوفا سكور في التشكيله ديال الشامبيونشيب. على راس هذا الشيء هذا كنلقاو التمريرات ديالو حاسمه اللي عطا منا 5 هذا العام هذا واللي هو ثاني اعلى رقم بلاعب وسط ميدان في البطوله الانجليزيه. ولكن اللي كيثير الانتباه في التمريرات الحاسمه ديالو ماشي الارقام بل الطريقه اللي جات بها. وشوفوا معايا هنا كيفاش تيبانوا. 3 منهم جاو من مسافات بعاد بزاف على المرمى. مثلا هنا ضد الشيفل من مسافه بعيده عطا واحد التمريره في ضرب الدفاع لسيسوكو وهنا قدام ويست بروميتش عطا واحد التمريره نسخه طبق الاصل ايضا لسيسوكو اللي كيتقن طلب الكرات في المساحات. وهنا مره اخرى عطا واحد التمريره كاسره للخطوط ضد بريستول سيتي. هاد القدره على رصد طلب الزملاء ديالو الكرات في المساحات عطاها بدقه عاليه والنقطه كانت قويه ديما عند لوزة وتقدر تنفع المنتخب ديالنا لو وظفوا الركراكي بطريقه افضل. عطاه واحد الفرصه من بعد المورا المونديال اللي من بعدها ما بقاش عيط ليه. واش لوزة هو الحل الوسط الميدان ديالنا؟ الاداء ديال لوزة هذا الموسم مختلف على المواسم اللي فاتوا لانه ولا كيعتمد على التهديف بشكل كبير ماشي غير التوزيع. هذه الميزه الجديده تقدر تكون حل بعض المشاكل اللي كيعاني منها وسط الميدان المنتخب خصوصا في غياب لاعبين عندهم نزعه التهديفيه من العمر. علاش خاصو يرجع للمنتخب؟ الجمهور المغربي شاف بزاف د اللعابه كياخذوا فرصتهم مع المنتخب ولكن لوزة رغم التألق ديالو المستمر في انجلترا مازال ما خداش الفرصه الحقيقيه ديالو باش يبرهن فيها على الامكانيات ديالو والمستوى ديالو الحالي. المستوى ديالو الحالي في واتفورد كيعطي رساله واضحه للناخب الوطني ولد الركراكي باللي كاين لاعب في المستوى العالي كيحتاج غير الثقه والفرصه. واش الركراكي غيستجيب ليه بما ان المنتخب المغربي مقبل على استحقاقات مهمه على تصفيه كاس العالم وكاس افريقيا؟ فالنقاش ديال واش غنعيطوا لامرأة اللوزة غيبقى مطروح بالجمهور وكيتسنى يشوف واحد من احسن اللعابه ديال الشامبيونشيب يدافع على الالوان الوطنيه خاصه بعد ما رجع الفورمه ديالو القويه ولا قاهر الشباك. التقارير الاخيره كتقول بلي المدرب المنتخب المغربي ولد الركراكي على تواصل مع لوزة وكيعرف الاداء الكبير اللي كيدير وهذا الشيء كيعطي امل كبير للجمهور المغربي باش يشوف لوزة كيرجع للمنتخب ويستافدوا من الخبره ديالو وكذلك القدرات الهجوميه خصوصا بالاصابه اللي حرمته من المشاركه في المونديال قطر 2022. فرع مؤخرا ربح جائزه احسن هداف في شهر اكتوبر من بعد ما سجل هدف رائع ضد فريق ويست بروميتش كان هدف حاسم. الموسم هذا اللاعب المغربي امرأة اللوزة تألق بزاف مع فريق واتفورد وما بقاش مجرد لاعب عادي بل ولا من اهم اللعابه في الفريق ووصل حتى انه يحمل شارة القائد في كل ماتش. فرع هذا اللاعب هذا كتجيني من وجهه نظري تظلم مع المنتخب وما تعطاتوش شي فرصه خيالي. فرع السيد خدم على راسو واجتهد ولكل مجتهد ناصر. انا دابا بغيتك تعطيني الراي ديالك انت في التعليق وقول لي واش امرأة اللوزة كيستحق انه يكون في الفريق المنتخب المغربي حاليا ولا لا؟ واش كاينه بلاصتو ولا لا؟ وإلا عجبك هذا المحتوى قولي لي في الكومونتيرات وقول لي كمل ونجيبوا لكم شي